يا بنات أنا جبت الساندوتش ميكر. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. راجعه لكم النهارده بريفيو جديد عن ساندوتش ميكر ماركة سوكاني التمانية في واحد. ودي مش اول حاجة استخدمها سوكاني، استخدمت معاكم حاجات قبل كده وعملت لكم عليها ريفيو، وهسيب لكم برضو الروابط بتاعتهم تحت. انا استخدمت القلاية الهوائية ماركة سوكاني وكمان مضرب النسكافيه. تعالوا النهارده بقى نشوف الساندوتش ميكر سوكاني التمانية في واحد. هقول لكم النهارده كل حاجة كده باستفاضة عن حالته عاملة ازاي، الخامة ازاي تحافظي عليه، ازاي ما يقشرش. بس الأول بقى لو انتي أول مرة بتشوفيني أحب أعرفك إن أنا أختك شيماء، واشتراكك معايا طبعا شيء يشرفني. تعالوا نبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونتكلم ايه الفرق بين الساندوتش ميكر سوكاني وبين الماركات التانية. هقول لكم كمان الأسعار، ازاي تجيبوه من مكان يكون مضمون وبسعر يكون كويس، ازاي تحافظي عليه عشان ما يقشرش. كل الحاجات دي هتلاقيها في الفيديو، فكملي كده الفيديو معايا وإن شاء الله وبإذن الله هتستفادي منه. أول حاجة كده يعني فتحت معاكم الكرتونة علشان أوريكم شكلها بالظبط عامل ازاي لما تكوني رايحة تجيبيها. دي التمانية في واحد اللي هي 8 وشوش. أول ما بتفتحي كده العلبة بتلاقي فيه 5 وشوش فوق، 5 بس اللي بيبقوا فوق. بعد ما بتطلعيهم بصوا بتلاقوا بقى الجهاز نفسه، الميكر نفسه بيبقى تحت ومعاه وشين، وفي بيبقى وش متركب أصلا في الجهاز، يبقى كده 3. يعني بصوا أنا كأني بالظبط انتي رايحة تتفرجي عليه، فأنا هفرجك عليه كله وهقولك كل حاجة بمنتهى الأمانة زي الحمد لله ما انتم متعودين معايا. تعالوا بقى الأول نشيل بقى الفل ده والكرتونة نقفلها ونفتح كده الجهاز ونبص عليه ونشوفه كده يعني واحدة واحدة. همسك معاكم الجهاز الأول. أول حاجة الجهاز ده يا بنات اسمه SKB 140، علشان بيبقى فيه يعني موديلات مختلفة كده وأشكال مختلفة، فيه بيبقى شكل مختلف عن ده خالص. ده الموديل ده شكله بالشكل ده اللي انتوا شايفينه كده. أولًا خامته بجد تحفة، خامته زي بالضبط الساندوتش ميكر الماركات اللي هي بتبقى غالية شوية. يعني أنا كان نفسي أجيب الساندوتش ميكر بقى لي كتير أوي، واتفرجت على أنواع كتير وشُفت ماركات ومسكت وشُفت الفرق وكل حاجة. بجد سوكاني ما شاء الله عاملاه بجودة يعني رائعة. أولًا الوشوش خامتها حلوة جدًا، الخامة اللي هي بتبقى عارفين المادة اللي بتبقى عليه دي، مش عارفة بقى دي تيفال والّا إيه، يعني المادة اللي هي بتبقى غير لاصقة دي جميلة، خامتها حلوة، شكلها حلو، ليها لمعة كده. بُصّوا الجهاز نفسه بيبقى فيه زي كليبسات من فوق ومن تحت. دي ميزتها إن هي بتثبّت لِك الوش بحيث إن هو يعني ما يتحرّكش منِّك لمّا بتكوني مثلًا مستخدماه، فبتلاقي فتحتين شايفين بتحطّوهم كده وبتفتحي الكليبسات وبتثبّتي الوش، وبنفس الطريقة من فوق. وطبعًا في سخّان زي ما أنتم ما شُفتوا معايا كده من فوق ومن تحت علشان يسوّي الحاجة بطريقة كويسة ويوزّع الحرارة كويس. في لمبتين فيه بيبقى واحدة خضرا وواحدة حمرا، بيفضل شغال direct ويفصل ويشتغل تاني. بس خامته بجد جميلة، من برّه بلاستيك وليه قاعدة زي ما شُفتوا معايا كده. حلو خامته بجد حلوة جدًا. تعالوا بقى أستعرض معاكم ال8 في 1 ده بيبقى إيه الأشكال اللي موجودة فيه. أول حاجة الشكل اللي في الجهاز نفسه ده شكل الجوزية، اللي أنا طلّعته ده بقى وحطيته ده بيبقى للسمبوسك، للتوست، كذا شكل. اللي أنا ماسكاه ده دلوقتي ده برضه استخداماته كتير، ممكن تعملي فيه توست، ممكن تعملي فيه كيك. كنت باوضّح لكم كده بإيدي الحجم أو المساحة بتاعة الساندوتش ميكر، هو مساحته كويسة. الوش ده بقى بتاع المعمول أو البسكوت، الوش ده تقيل كده ومحمّل عن الوشوش التانية. لكن خامتهم كلّهم بجد يعني ما شاء الله خامة جميلة ونضيف. يعني أنتِ لمّا تروحي تتفرّجي عليه على أي حاجة تانية تلاقي نفس الخامة بالضبط. ده طبعًا بتاع الدونات، بيبقى فيه 8 كده، الوش بيبقى فيه 8.
البسكوت 6 والجوزية بيبقى فيها 12 واحدة. ده طبعًا بتاع الوافل حبيب الأطفال. وطبعًا أنتم عارفين الأجازة جاية بصراحة، ودلوقتي في يعني الأجهزة الحمد لله بدأت سعرها تنزل شوية، فده يعني وقت مناسب. دي طبعًا الجريل استخداماتها كتيرة جدًا بقى، تسيّحي ساندوتشات، تشوي عليها. القطعة دي بقى يا بنات هي الفرق ما بين ال7 في 1 وال8 في 1. شايفين الشكل ده؟ هو ده الشكل الجديد. ده بقى ممكن تعملي فيه الإكلير، تعملي فيه باتيه، معجنات، الhot dog. يعني بُصّوا، لأ قصدي الcorn dog ممكن تعمليه فيه كمان، فليه استخدامات كتيرة جدًا. أول حاجة طبعًا الجهاز بييجي مع شهادة ضمان، الضمان بتاعه بيبقى سَنة. التوكيل بتاعه بيبقى في شارع الجمهورية في العتبة، زيّها زي أي نوع من سُكاني. الجهاز بييجي معاه شهادة الضمان، وبييجي معاه الكتالوج ده، بيبقى لغات مختلفة. وفي طبعًا اللغة العربية موجودة في أول الكتالوج نفسه، بيعرّفِك إزاي طريقة تشغيله، إزاي تشغّليه، إيه الحاجات اللي ما ينفعش تعمليها، كل الحاجات اللي أنتم بتبقوا عارفينها دي. فبُصّوا شكل الجهاز كده معايا، يعني ما شاء الله شكله بجد جميل، خامته حلوة أوي. كمان يعني لو قِستِ الجودة مقابل السعر، لأ فحلو جدًا، لإن الماركات التانية بصراحة سعرها أغلى بكتير. في كمان دلوقتي أهم حاجة عشان لمّا عملت معاكم الفيديو بتاع الair fryer، أكتر سؤال جالي: يا شيماء إحنا جبناها بس قشّرت، طب إيه؟ لازم يا بنات تجيبوها من مكان مضمون. يعني الحمد لله لكل اللي شاف معايا فيديو الair fryer، الحمد لله كان جايب مشاهدات كويسة. و الحمد لله برضه يعني أغلبيتكم شكرتوا في الreview بإنه يعني review صادق، وكنت شاملة فيه كل حاجة، وفي ناس كتير ما شاء الله جابتها من بعد الreview بتاعي. تعالوا الأول بس أكلمكم إزاي ما يقشّرش منِّك، وأكمّل كلامي على الsandwich maker. لازم بقى قبل ما تستخدميه خالص كده وهو جديد، بتجيبي زيت وبتسخّنيه، يكون دافي بس ما يقدحش أوي يا بنات، عارفين مش سخن أوي، يسخن كده. وبتروحي ماسكة كل الوشوش دهناها زيت كلّها، تدهنيها كلّها كده، يعني ما تسيبيش حتّة ما تدهنيهاش، وبتسيبيها بقى كده مركونة نُص ساعة. طب ليه يا شيماء بنعمل الخطوة دي؟ بنعمل الخطوة دي علشان المادة الغير لاصقة اللي هي بتبقى محطوطة كده عليه، المادة اللي من برّه دي، ما تقشّرش معاكِ بسهولة. ومع إني طبعًا أنتم عارفين الحاجات دي لمّا بتقشّر هتلاقي بقى يعني إيه، حاجات كتيرة بتضايقِك، بيلزق، التسوية ما بتبقاش كويسة، طبعًا حاجة غير صحية. ده طبعًا بالنسبة للقلاية، بالنسبة الsandwich maker، الحاجات دي كلّها عايزة محافظة. وطبعًا اللي ما شافش فيديو بتاع القلاية الهوائية الair fryer ماركة سوكاني هاسيبها لكم برضه، الروابط بتلاقوها تحت كلمة المزيد كده، دوسوا عليها هتلاقوا اللينكات بتاعة الريفيوهات اللي قبل كده. أنا كنت حابة إن أنا أورّيكم شكل الsandwich maker نَفْسه، أقول لكم إزاي تحطّيه بالزيت، إزاي تحافظي عليه، تتفرّجوا عليه لوحده، مش مع الأكلات إن شاء الله اللي هنعملها. عشان بس الفيديو ما يبقاش كبير أوي وطويل، فعايزاكم تحطوا لايك كده على الفيديو، تستنوا بقى الفيديو اللي جاي إن شاء الله الاستخدامات اللي أنا استخدمتها فيه. أنتم عارفين الحمد لله يا رب أنا مش باقول على حاجة حلوة وخلاص، لازم أجربها مرة و2 و3 علشان لمّا أقول دي كويسة أو دي وحشة، يبقى يعني إيه بتجربة كاملة كده، ويبقى رأيي إيه صادق يعني. فالحمد لله إن أنا جِبته في الوقت ده. أنتم عارفين خلاص إحنا خدنا الأجازة، الولاد بقى في الأجازة بيبقوا عايزين حلويات والوافل والحاجات دي كلّها، فلمّا نعملها كده في البيت، وكمان أجازة عيد جاية إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين. آمم، فحسيت إن إيه الحمد لله يا رب، هي كل حاجة ليها وقت بصراحة، يعني أنا كان نِفْسي فيه بقى لي كتير أوي، والحمد لله يعني أنا جِبته. عايزة أقول لكم بقى بُصّوا لمّا أمسح بقى الزيت إزاي، في كذا طريقة. أول حاجة أنتِ بتغسليها عادي بالمَيّة وبالصابون، بس أهم حاجة يبقى اسبونشة ناعمة جدًا، ده براحتك. بس أنا صراحة ما بافضّلش الخطوة دي خالص، إن أنا ما اجيبش مَيّة عليه. طَب إزاي يا شيماء؟
إزاي هاشيل كل الحاجات دي؟ طب أنا استخدامي بعد كده إزاي أصلًا هانضّفه؟ تنضّفيه بقماشة تكون مبلولة، عارفين قماشة نضيفة كده تكون مندية، تبدئي تنضّفي مكان ما أنتِ عملتِ مثلًا دونت، وافل، أي حاجة، علشان تحافظي على الطبقة دي من إن هي ما تتجرّحش منِّك ولا تتقشّر منِّك. عايزة كمان أقول لِك إن أهم حاجة تكوني جايباه من مكان تكوني أنتِ واثقة في المكان ده، يكون ماركت كبير، هايبر كبير، أو أي معرض بأجهزة منزلية تكوني أنتِ عارفاه وواثقة فيه قريب منِّك. في دلوقتي كمان صفحات على الفيسبوك بتبقى عاملة عروض بصراحة يعني كتير أوي، يعني في كيان ستور، في وفّر لي ستور، في حاجات كتيرة بتبقى عاملة عروض عايزة أقول لكم كبيرة، كبيرة عن برّه. أهم حاجة وأنتِ بتشتريه إنِّك تتفرّجي عليه كويس جدًا، تتأكدي إن كل الوشوش ما فيهاش خربشة، ما فيهاش حاجة متقشّرة، لإن أحيانًا بيبقى فيها الحاجات دي، فكل الحاجات دي تاخدي بالِك منها، ما تنسيش تاخدي شهادة الضمان بتاعتِك من المعرض نفسه، وتكون كمان مختومة من المعرض عشان ما تقابليش مشاكل بعد كده يعني لا قدّر الله لو الجهاز فيه حاجة وِحشة أو كده، فإن أنتِ ترجعي يعني للضمان. وبس، يعني هي دي المعلومات اللي أنا حبيت أقولها لكم كلّها، إنها جات لي لحد دلوقتي بتيجي لي نفس الأسئلة دي على الair fryer. أنا هنا بقى مسحت الزيت بمنديل الأول، صفّيت الحاجة كلّها كده في الطاسة الصغنّنة بتاعتي ديّة، صفّيت الزيت من عليها وجِبت المناديل وبدأت أمسح، وجِبت كمان بقى الفوطة وبدأت أتأكد إن ما فيش أي زيوت خالص عليها طبعًا بعد ما هدي وسِبته نُص ساعة. أهم حاجة بقى إن أنتِ ما تشيليش الوشوش دي وشّها في وش بعض كده وتركنيهم، ده غلط لإنه هيجرّح معاكِ عارفين الوش نفسه هيتجرّح كده وممكن يقشّر، لازم تكوني حاطة حاجة فاصل كده بين كل وشّين، حُطّي حاجة فاصل وحافظي عليه، يعني استخدمتيه سيبيه يبرد، نضّفيه وشيليه كمان في العلبة. لو أنتِ بقى استخدامِك فيه كتير أوي، حطّيه قدّامِك كده، بس الوشوش لازم تحافظي عليها. أنا سِبت بقى الوش بتاع الوافل في الساندويتش ميكر نفسه، لإني كنت هاعمل للولاد بقى الوافل. فيا رب يكون النهارده كده استفدتوا معايا من الفيديو، اتفرّجتوا عليه، عرفتوا إيه الفرق، عرفتوا إزاي تشتروه، إيه الحاجات اللي تتجنبيها خالص لمّا تكوني رايحة تجيبي الساندويتش ميكر. واستنوا بقى الفيديو اللي جاي بإذن الله بالوصفات بقى وكمان الاستخدام والreview بإذن الله الكامل. وبُصّوا دي كده الوشوش زي ما قُلت لكم يا بنات ال8 في 1 نسيت أقول لكم إن هو 750 واط سُكاني دوّة. وبس، أنا حطيته بقى في العلبة كده وقفلته، وإن شاء الله استنوا بقى الفيديوهات اللي جاية، ما تنسوش بقى اللايك والcomment الجميل، واللي عنده أي سؤال ليّا يعني اكتبيه في التعليقات، بارُد على كل التعليقات إن شاء الله، ونورتوا دنيتي وباي باي.